السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا صباح الفل والورد والياسمين على كل اخواتي وحبايبي المنوريني ومشرفيني في كل مكان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وراحة بال وافضل حال يا رب. النهارده يوم جديد بفيديو جديد ان شاء الله، جميل باذن الله وان شاء الله هيعجبكم. النهارده هو زي ما انتم شايفين كده حلة معايا فيها مادة دهنية حسب ما انت حابة، حابة تحطي زيت او سمنة او تحطي الاتنين على بعض مفيش اي مشكلة. ونزلت هنا بالدقيق بتاعي وهبدأ ان انا ابدأ ان انا ايه احمره او احمصه زي ما انتم شايفين كده واقلب فيه كويس. وبعد كده ننزل بالمادة السائلة بتاعتنا. احنا هنا النهاردة هنعمل ايه بإذن الله؟ هنعمل بشاميل بطريقة مختلفة وان شاء الله ايه يعني هتعجبكم، وفي نفس الوقت بإذن الله هقول لكم ازاي ان انتوا تخلوها تبقى كريمي واكني بالظبط بتعمليها بقشطة ولباني، ويعني هتكون غنية بإذن الله. خليكم معايا خطوه بخطوه ان شاء الله وهتعجبكم. نزلت بمقدار الشوربه بتاعي، ما رضيتش اكتر شوربه لان انا هنزل ببقيه المواد السائله بتاعتي لبن. تمام. هنا بقلب بقى تقليب مستمر على طول علشان خاطر الدقيق بتاعي ما يكلكعش، بس للاسف هو كلكع وعادي ممكن يحصل معانا كتير الحوار دوت، بس بنقدر الحمد لله لما بنتحط في موقف زي كده بنقدر ان احنا نعالجه. تمام. فانا ان شاء الله هبقى معاكم خطوه بخطوه علشان البنات الامامير اللي هم لسه بيتعلموا لو وقعوا في نفس المشكله ازاي يحلوها وازاي يتصرفوا باذن الله. هنا علشان خاطر في تركه هنا بقى عشان خاطر تطلعي الكريمه او تطلعي يعني البشاميل بتاعك كريمي كده وغني ويبقى كأنه ما شاء الله معمول بلباني ومعمول بقشطه والكلام ده وكده تكون غنيه. في كلتا الحالات بروح اضربه في الخلاط او بالهاند بلندر. ماشي. قبل ما ياخد غلوته ويتقل معايا بروح ضرباه في الخلاط بتاعي. لما انا بضربه في الخلاط بتاعي فبياخد فوم كده. ماشي. وبيبقى كريمي وشكله بيبقى تحفه اصلا، وهتشوفوه معايا وانا بعمله معاكم خطوه بخطوه. انا هنا كنت موطيه النار. ماشي. وببدا ان انا اخد تاني واحط واضرب في ايه الخلاط بتاعي. تمام. زي ما انتم شايفين حتى هو ايه في فقاقيع كده في قلب البشاميل اللي انا ضربته، لان هو سبحان الله اكنه بالظبط والله يا بنات عاملاه بكريمه لباني. الطعم فرق وبقى تحفه. هنا بصوا بقى انا ولا حطيت ملح ولا حطيت اي شيء، بس هحط بتاع نص معلقه ملح علشان خاطر انا مش عايزه البشاميل بتاعي يكون طاغي عليه برضو الملح او التوابل. يعني انا مش هحط فيه توابل ولا احط فيه اي حاجه الا هي الملح، لان انا عايزه فعلا اكني باكل قشطه، اكني باكل حاجه معموله بكريمه لباني غنيه وطعمها تحفه وجميل. جربوها بالطريقه ديت صدقوني هتبقى جميله جدا وهتعجبكم باذن الله. يبقى احنا زي ما احنا بنقول ايه، اهم حاجه ما تحطيش الا ملح بحاجه بسيطه جدا. لكن فهرجع اقول تاني واكد تاني، انت مش هتحطي اي توابل، انت هتستكفي على التوابل اللي كانت في الشوربه عندك، لكن هتحطي شويه من الملح بس حاجه بسيطه علشان خاطر انا عايزه طعم اللبن السكريه بتاعته، وفي نفس الوقت ندعه الملح دي ان هي تعمل لي معادله اكني باكل قشطه بالظبط. شايفين المنظر تحفه وجميله وما شاء الله بتبقى حلوه جدا. عايزه اقول لك الطريقه دي اعمليها حتى لو الدقيق بتاعك ما كلكعش، اضربي البشاميل بتاعك في الخلاط او بالهاند بلندر هيفرق معاكي في الطعم جدا جدا. تمام. لغايه هنا احنا كده الحمد لله كنا ايه كويسين. اما بالنسبه لتعصيقه اللحمه، انا عصقت اللحمه عادي خالص بالبصل، وضربت بصل وفلفل في قلب الكبه. ماشي. نعمتهم وبعد كده نزلت عليهم بالماده الدهنيه وشوحتهم، وبعد كده نزلت باللحمه المفرومه وكده. بس انا ما حبيتش ان انا اطول عليكم في الفيديو لان الفيديو مليان حاجات بصراحه حلوه، فانا ما حبيتش ان انا اطول عليكم في الفيديو كده. تمام. بصوا بقى لو انتوا لاحظتوا كده هتلاقوا ان تحسوا ان البشاميل اكنه بالظبط فعلا حاجه كريميه. فرق كتير لما انا ضربته في الخلاط عامه. يبقى احنا خلينا متفقين كده كده ان انت لما تعملي البشاميل بتاعك اضربيه في الخلاط علشان بيفرق في الطعم جدا جدا جدا. هنا بقى خلاص انا هخليه يغلي خلاص وهقفل عليه. برضو انا كنت سويت المكرونه بتاعتي، والمكرونه بتاعتي شطفتها بالميه وكانت جاهزه خلاص. يعني كان كل حاجه بتاعتي عندي جاهزه ان انا على طول ايه ابدا في الصينيه عامه.
عايزه اقول لكم بقى، انتوا هتشوفوا حاجه بصراحه يعني ايه. انا عايزه اوصل لكم ان انا بعمل الحاجه دي بحب وبفرحه. وكنت يعني عايزه اقول لكم والله يا بنات، قمه الفرحه والسعاده اللي انا كنت فيها، انها توصلني ان انا اعمل المكرونه وان انا ارصص فيها. يعني شايفين الفكره في ايه؟ من كتر الفرحه اللي انا فيها عايزه اطلع المكرونه دي احسن ما عندي، ببدع فيها احسن ما عندي. فانتوا لو تاخدوا بالكوا او تفتكروا اعلان المكرونه زمان بتاعه الملكه لما كانوا بيجيبوها في التلفزيون ويجيبوها وهم بيرصصوا المكرونه والكلام ده وكده، اقول ايه ده، هم جايبين طولة البال ده منين؟ بس بجد والله يا بنات انا عايزه اقول لكم من كميه الفرحه اللي انا فيها والسعاده اللي انا فيها، بقيت ارصص المكرونه واحده بواحده. وعايزه اقول لكم انا اخدت فيها وقت كتير، بس كانت مزاجه عندي ان انا عايزه اطلع الصينيه دي حاجه تانية بيرفكت، يعني بمعنى اصح. طبعا انا هنا مسرعه الفيديو. تمام. ابدا انزل عليها بطبقه من المكرونه زي ما انتم شايفين، وهبدا ارص تاني المكرونه بتاعتي. هنا الصينيه بتاعتي دي صينيه كبيره جدا بتاعه الفطير، ماشي. فانا عملت فيها، تمام، واستخدمت كيلو من المكرونه. يعني انا عايزه اقول لكم، انا الصينيه دي لما باجي بستخدمها واعمل فيها بشاميل، بستخدم دايما فيها كيلو ونص من المكرونه. الا المره دي انا استخدمت الكيلو، ولما انا رصصتها بالطريقه ديت كانت بالظبط واخده بالظبط الكيلو معايا. فانت هو زي ما انتوا شايفين كده برصص اهو عادي. فبالله عليكم لو وصلتوا معايا لغايه هنا، فيا قلب اختكم بالله عليكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك بتاعكم علشان خاطر بيفرق معايا كتير. فانا منتظره منكم ان انتوا تفرحوني وتشتركوا في القناه وتحطوا لي اللايك بتاعكم الجميل اللي بيشرفني واللي بيسعدني وبيكبر بخاطري. تمام. فبالله عليكم يا قلب اختكم ما تنسونيش بالاشتراك بتاعكم لانه بيفرق معايا كتير زي ما انا قلت. هنا بقى هبدا انزل ايه باللحمه المفرومه بتاعتي اللي انا عصقتها اهو زي ما انتم شايفين. اللحمه المفرومه بتاعتي كانت ما شاء الله، كنت معصجاها حلو ومكتره الشطه فيها لان انا بحب الشطه عامه، ماشي. وببدا بقى ان انا ايه انزل وارصص تاني بقيه المكرونه بتاعتي. هنا بقى ما بحطش، بصوا يا بنات، ما حطيتش على اللحمه المفرومه بشاميل علشان خاطر لو حطيت هتفصل لي الطبق ما بين المكرونه والبشاميل، لكن انا مش عايزاه. انا بحط كده الاول المكرونه وبعد كده احط البشاميل عشان ما اجي اقطع القطعه بتاعتي تكون القطعه طالعه حلوه وجميله، وفي نفس الوقت المنظر فيها يكون جميل كده وحلو زي ما بنشوف كده في الاعلان. المنظر كده لما بيطلعوا قطعه المكرونه شكلها تحفه وجميله زي ما انتوا شايفين كده. ببدأ هو تخلص خالص الصينية بتاعتي. بصوا بقى انا كده خلاص يعني كنت بنهي وفي نفس الوقت مفيش تاني مكرونة، مجرد ان هي هتاخد مني الصف الواحد دوت في المكرونة وكده خلاص. بدأت انزل اهوت بالبشاميل بتاعي، ماشي. وهشيل شوية من البشاميل عشان انزل بيهم عليهم بالبيضتين، وبعد كده زي ما انتوا اهوت شايفين. وهبدأ اهوت ايه اقلب، وما بحطش فلفل وما بحطش اي حاجة لان ضربي اللي انا ضربته في الخلاط، ماشي، ما مش يعني عايزه اقول لكم ان هو ايه مش بيأثر معايا في الريحه ولا في الطعم ولا في اي حاجه، جميله يعني. وكان البشاميل بالظبط اخد بالظبط الصينيه كامله. هبدا انزل عليها هنا بقى بالجبنه الموتزاريلا، وديت ايه حسب الاختيار وزي ما انتوا عايزين. حابه تحطيها حبه، مش حابه خلاص. الفرن بتاعي بقى بدات ان انا ايه اسخنه في الوقت دوت علشان يسخن وابدا احط فيها الصينيه بتاعتي عامه. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هبدا بقى اخش على الاكله التانية. معايا هنا عندي هنقول بتاع كيلو من اللبن، ماشي. نزلت عليهم بالبيضتين ونزلت عليهم بمعلقه من السمنه، ماشي. ومرضتش ازود سمنه عن كده لان انا عندي اللبن بتاعي تقيل ما شاء الله. نزلت عليها بالملح ورشه فلفل وخلاص، مش هزود برضك اكتر من كده في التوابل بتاعتي. بدات زي ما انتم شايفين كده اضربهم كويس. هبدا اركنها وابدا بقى ايه اجيب الجلاش بتاعي عامه.
هنا الجلاش بتاعي زي ما انتم شايفين ما شاء الله، يعني صابح وجميل وحلو. انا لما بجيبه يا بنات بعينه في الفريزر ماشي، وما بطلعهوش قبل ما باجي هعمل الحاجه ديت، اطلعه يفك عادي براحته، وبعد كده استخدمه مفيش اي مشكله. هنا بقى بحط عادي وبرصص، انا مش بحط بقى. بص هنا بقى في حاجه انا بعملها هنا شبه اقتصاديه، انها ما تاخدش مني سمنه كتير، بس بتطلع نتيجتها تحفه. يعني انا ما بحطش ما بين كل ورقه وورقه مثلا سمنه او كده، لا خالص، بحط كله. وابدا بعد كده الرقاق الجلاش بتاعي. وبعد ما بقطعه ماشي، بنزل عليه بالخلطه اللي انا عملتها دي، واسيبها قبل ما ادخلها في الفرن بتاع نص ساعه. طب ليه الحركه دي؟ ليه بتفرق كتير بقى؟ بتبدا الجلاش بتاعي يشرب من الخلطه اللي انا عاملاها ديت ماشي، وبتبدا انها تورق. ولو الفرن دخلتيه على درجه حراره عاليه من الفرن، هتقب كده وتبقى زي الفطير، وما شاء الله بتبقى تحفه وجميله. تمام، او زي ما انتم شايفين اهوت، ببدا ايه اهوت اقطع ماشي. انا بقطعه علشان خاطر الماده السائله بتاعتي اللي انا هحطها تتوغل كده في قلب ايه الجلاش بتاعي ماشي، ويبدا ايه ان هو ياخد بقى ورقات كده، يعني تنزل كده تحت الورقات بتاعه الجلاش، فتبدا ان هي ايه تتغلف كلها بالماده بتاعتها. وزي ما انا قلت لكم انا بسيبها بتاع نص ساعه، اهو زي ما انتم شايفين كده. خلاص انا سبتها اهوت، هسيبها بقى ركنتها نص ساعه، وابدا ادخلها ايه الفرن، وهوريها لكم قبل ما ادخلها عشان اعرفكم هي شربت ولا لا. بصوا اهو، بصوا شربت ازاي يا بنات. اعملوا الطريقه دي وصدقوني دي انجح طريقه تخليكي تعملي احلى جلاش. هنا بقى دخلنا على حاجه تانية، وهي ان انا هعمل الحلو بتاعي بقى اللي هو ايه الرز المعمر. ابسط حاجه اهوت انا بقولها لك، ولا هتسخني برام ولا هتسخني لبن ولا هتسخني اي حاجه. ابسط حاجه الرز بتاعك هتنزلي عليه بالسكر، وهتنزلي عليه بالفانيليا، وتقلبي وشويه ميه. لو حسيتي ان اللبن بتاعك ناقص هتزودي شويه اللبن، وتحطي الماده الدهنيه بتاعتك وخلاص. هتنيكي تقلبي فيها تقليب كويس جدا، وتدخليها في فرن مسبق التسخين. اهم حاجه يا بنات الحاجات اللي احنا عملناها ديت لازم تخش في فرن مسبق التسخين. جينا عملنا واحد كمان برام تاني، بس بطريقه تانية مختلفه وجميله. وهي ان انا كان عندي شويه شوفان، فانا حبيت ان انا بقى ايه ادخل قيمه غذائيه عاليه كده لعيالي، وان انا ايه اعملها لهم بالشوفان. فاهمين الفكره في ايه؟ وحطيت عادي السمنه بتاعته والماده الدهنيه والدنيا كلها كانت تمام. يعتبر كده الاكل بتاعنا كان خلص الحمد لله، وان هو ايه بيتستوى ماشي. هنا بقى بصوا يا بنات، كنت مولعه على الفرن والفرن اتقفل ماشي، فانا زعلت، رجعت تاني ولعت عليه والحمد لله يعني ايه الدنيا بقت تمام. فانا بقول لكم خلي بالكم من حاجه زي كده. يعني بصوا الجلاش كان عندي بيقب، لان انا كنت مدخلاه على فرن سخن. بعد ما اتقفل، لما انا قفلت جامد الفرن فاتقفل. فبصوا زعلت في الحته دي، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. هنا بقى كان ما شاء الله كل حاجة طلعت، اللهم لك الحمد. وكنت حطيت الفرخة عامة بعد ما يعني سلقتها عادي دخلتها الفرن، حطيت صلصة عليها على الوش ودخلتها خليتها تاخد وش كده حلو. وكان كل حاجة الحمد لله تمام، واللهم لك الحمد، ربنا يديم علينا نعمة ويحفظها من الزوال. وادي الرز بتاعنا كمان كان خلص، والدنيا الحمد لله حلوة. هنا بقى كنت انا عامله برضك محشي الحمد لله، وعامله ممبار. بس صدقوني انا ما حبيتش اطول عليكم بالفيديو عامه، حبيت ان انا ايه يبقى الحلقه فيها الاساسيات بس. وعملنا الحمد لله احلى صينيه، اللهم لك الحمد، ربنا يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال، اللهم لك الحمد. ويعتبر الفيديو بتاعنا كده خلص. فبالله عليك يا قلب اختك ما تنسنيش بالاشتراك بتاعك، لانه بيفرق معايا كتير وبيدعمني وبيشجعني وبيكبر بخاطري كمان. فبالله عليك ما تنسنيش بالاشتراك بتاعك واللايك علشان بيفرق معايا كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.